بعد ساعات من ضرب سفينتين الغاز في ميناء دمياط بدأنا نسمع روايات مختلفة، واحد يقول إيران، وواحد يقول الحوثيين، وواحد يقول إنها اتضربت من داخل مصر، وإن احتمال كبير يكون اللاجئين اللي داخل دمياط، وتقارير تانية بتتكلم عن الحشد الشعبي في العراق. وفي الآخر الحكومة المصرية نفسها بتقول إن التحقيقات لسه مستمرة. طيب مين فعلا ضرب دمياط؟ وإيه اللي مؤكد؟ وإيه اللي مجرد تكهنات؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي الحكاية. السؤال اللي شاغل الجميع هي المسيرة دي جاية منين؟ الرئيس الامريكي ترامب قال ان الهجوم مرتبط بايران، وفي تقارير امريكيه بتقول ان مسؤولين مصريين تحدثوا دبلوماسيا عن مسؤوليه ايران، لكن القاهره لم تعلن ذلك رسميا، وفي المقابل ايران نفت تماما. ووزير خارجيتها عباس عراقجي قال ان بلاده لا علاقه لها بالهجوم، ووصف الاتهامات دي بانها محاوله لتوريط طهران، وبيأكد ان مصر دولة صديقة بالنسبة لإيران. والحوثيين هم كمان نفوا مسؤوليتهم، لكن في نفس الوقت خرجت تقارير نقلت عن مسؤولين إيرانيين مجهولين وقالت كلام مختلف بيفيد بأن الضربة كانت رسالة لإظهار قدرة إيران أو حلفائها على تهديد الملاحة وإمدادات الطاقة لو توسع التصعيد، وده خلى المشهد معقد أكتر. لكن السؤال هنا، هل في سيناريوهات تانية؟ الإجابة أيوه. عدد من المحللين العسكريين رجحوا إن المنفذ قد يكون أحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ومش إيران نفسها. ومن أكتر الأسماء اللي بدأت تتردد خلال الساعات الأخيرة الحشد الشعبي العراقي. مفيش أي جهة رسمية اتهمت الحشد الشعبي لحد دلوقتي، لكن بعض الصفحات الإخبارية وتقارير تحليلية تكهنت بالاحتمال ده، وده استنادا على امتلاك بعض الفصائل التابعة للحشد طائرات مسيرة بعيدة المدى، واللي تصاعد نشاطها الإقليمي خلال الفترة الأخيرة. لحد دلوقتي لا يوجد دليل معلن يربط الحشد الشعبي مباشرة بالهجوم. في المقابل الباحث في الشؤون الأمنية هاني العصار طرح سيناريو مختلف. العصار قال إن المؤشرات الفنية قد تجعل احتمال تنفيذ الحوثيين للهجوم هو الأقرب، لكن في نفس الوقت استبعد إن تكون إيران هي اللي نفذت العملية بنفسها، لأن فتح مواجهة مباشرة مع مصر لا يخدم مصالح طهران في الوقت الحالي. وطرح تصور وسطي، وهو إن يكون التنفيذ تم بواسطة جماعة أو وكيل إقليمي يعمل ضمن المحور الإيراني وليس بأوامر إيرانية مباشرة، وده برضه مجرد تحليل ومش نتيجة رسمية للتحقيقات. اللافت كمان ان توقيت الهجوم جه وسط تصعيد اقليمي كبير، ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وايران، وتوتر في الخليج، وهجمات في اكتر من دولة، واستهداف منشآت مرتبطة بالطاقة. وده اللي دفع بعض مراكز الابحاث ان استهداف دمياط قد يكون جزءا من رسالة اوسع وليس حادثا منفصلا. لكن مرة تانية باكد ان ده يظل تحليل وليس دليل. طب ايه اللي نقدر نقوله بكل ثقة؟ ان الهجوم وقع بطائرة مسيرة واستهدف سفينتين داخل ميناء دمياط، ولحد دلوقتي لم تعلن اي جهه مسؤوليتها. وكمان التحقيق الفني وتحليل شظايا المسيره ومسارها ما تمش نشرها حتى الان من جهات رسميه من الدوله. اما كل ما يقال عن ايران او الحوثيين او الحشد الشعبي فهو لحد دلوقتي عباره عن اتهامات او تكهنات او تحليلات بدرجات متفاوته، ولم يحسمه اي اعلان رسمي مصري حتى الان. ويبقى السؤال الاهم، هل ستكشف القاهره قريبا عن هويه الجهه المنفذه؟ ولو ثبت تورط جهه خارجيه، هل الرد هيكون دبلوماسي فقط ولا الرد هيكون عسكري زي ما حصل في احداث مشابهه؟ اكتب رايك في التعليقات. مين اللي تتوقع يكون وراء الهجوم؟ وهل في اعتقادك ان الحقيقه هتظهر كامله ولا هيفضل الملف غامض؟ ولكن خليني اقول لك حاجه اخيره، سواء مصر اعلنت عن الجهه او لم تعلن فخليك واثق ان جيش بلدك وقيادته ادرى واعلم بايه يتقال وايه اللي ما يتقالش، وخليك واثق انه هيتم الرد سواء معلن او حتى غير معلن، لان جيش بلدنا ما بيسيبش حقه. بس عندنا مثل بيقول اخد الحق حرفه، واحنا معلمين في اخد الحق بصنعه وحرفنه. وما تسمعش لكلاب السوشيال ميديا والجانهم اللي بيقولوا لك مصر وجيشها مش هيردوا. في الوقت ده بالتحديد ما نقدرش نقول غير اننا في ظهر بلدنا وجيش بلدنا، ودايما وابدا تحيا مصر، واللهم احفظ مصر، والسلام عليكم.